السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة اقتصادية ولذيذة جدا وقديمة طبعا. أمهاتنا كانت بتعملها لنا زمان. هي زي ما انتم شايفين كده البصارة. طبعا الأكلة ديت أكيد كل واحد مننا ليه ذكرى عنده. فهي جميلة جدا، وطبعا ما بنعملهاش كتير، فهنعملها النهاردة للي ما بيعرفش يعملها. طبعا معظمنا بيعرف يعملها. هنبدأ فيها دلوقتي. هتتاكل جنبها طبعا زي ما انتم شايفين كده الجرجير والزيتون المخلل او البتنجان المقلي زي ما احنا حابين. عندنا هنا ربع كيلو من الفول المدشوش، منقوع في مية حوالي ساعتين، وطماطمايه كبيرة متخرطة مكعبات، وبصلاية متخرطة مكعبات، و3 فصوص من الثوم. وعندنا التوابل ملح فلفل كمون كزبرة وحزمة من الكزبرة الخضراء. هننزل بمعلقة من الزيت في الحلة، وهننزل بالبصلاية بتاعتنا اهو، هتتشوح شوية لغاية ما تصفر. هنقلب فيها لغاية ما يتغير لونها وتدخل على اللون الذهبي كده. في الوقت دوت هنبتدي بقى ننزل بفصوص الثوم وهي سليمة كده. احنا كده كده كل دوت هيتضرب، فأي تقطيع عشوائية مش مشكلة يعني، مش هتفرق، كله هيتضرب في الخلاط في الآخر. وبعد بس كده ما نشم الريحة بتاعتهم هننزل بالطماطمايه وهنشوحهم مع بعض، وهنغطي عليهم ونسيبهم على نار متوسطة يتسبكوا مع بعض لغاية ما ينزلوا كل المية اللي فيهم. طبعا ما ننساش التوابل بتاعتنا اللي قلنا عليها، الملح والفلفل والكمون والكزبرة، مش اكتر من كده عشان ما نغيرش من طعمها. بس كده خلاص. التسبيكة بتاعتنا نشفت من المية. الوقت دوت هننزل بقى بالفول بعد ما اتنقع، وهنشوحه معاه ونسيبه شوية لغاية برضك ما يتشرب كل المية اللي نزلت منه. ونص حزمة الكزبرة. طبعا زي ما احنا متعودين في الطريقة الأصلية احنا بنحط لها ملوخية ناشفة، لكن احنا ديت مش هنعملها بأي ملوخية خالص، هي هتبقى الاعتماد كله على الكزبرة الخضراء. كده المكونات كلها دبلت واتشربت من بعضها. هننزل بقى عليها بحوالي كوبايتين كبار من المية المغلية، وهنغطي عليهم ونسيبهم لغاية ما يدخلوا في السوا خالص اهوت. كده لسه فيهم مية، هنسيبهم برضو شوية كمان لغاية ما الفولة نمسكها كده بين ايدينا تتكسر بسهولة وتبقى مهرية كمان، عشان لما نيجي نضربها في الخلاط ما تبقاش فيها قطع سليمة. ده كده بقية الحزمة هننزل عليها وهي خضرة خلاص، هنطفي النار ونسيبها بقى لغاية لما تبرد خالص قبل ما نضربها في الخلاط. وعندنا هنا حوالي 4 بصلات كبار، هنقطعهم زي ما احنا شايفين كده ترانشات، وهننزل عليهم بنص معلقة من الملح، وهنفركهم كويس جدا ونفصصهم عن بعض. وفي في زيت غزير على نار متوسطة هنبتدي نحمرهم. وده كده شكلهم بعد ما اتحمروا. هنحط لهم معلقة صغيرة من السكر، وما تقلقوش السكر مش هيغير من طعم البصل خالص اهو، ده شكله كده. بس اهم حاجة نحط السكر وهو لسه سخن. هنقلب بقى الكزبرة مع الفول بعد ما برد خلاص، ونبتدي بقى كده في الخلاط نضربهم شوية شوية. لو حسينا ان هي سميكة مفيش اي مشكلة، هنزود لها مية عادي جدا. وانا بصراحة مش عارفة احنا ليه بنزود الملوخية الناشفة. يعني انا كنت فاكرة ان هي عشان سمكها يكون تقيل يعني، بس لو حد عارف ياريت يكتب لي في التعليقات ايه فايدة الملوخية الناشفة اللي احنا بنزودها للبصارة. انا عملتها وما حسيتش ان في اي تغيير ولا فرق يعني، بل بالعكس كان طعمها احلى كتير من غير الملوخية. بس كده هنا اخر حاجة بعد ما ضربتها ولعت عليها وحطيت لها معلقة من البابريكا ونص معلقة من الشطة
صغيرين طبعا، وهنسيبها لغايه ما تتقل شويه، وبعد كده هنصبها في الاطباق بتاعتنا عادي. او زي ما انتم شايفين ده السمك المظبوط بتاعها، عشان احنا لو تقلنا اكتر من كده هتبقى يعني تخينه جدا وطعمها مش هيبقى ظريف خالص يعني. بس كده اهو زي ما انتم شايفين سبتها لغايه ما بردت وجمدت خالص، زي ما انتم شايفين كده زيت الطبق ما اتحركتش. نبتدي بقى في الوقت دوت عشان البصل ما ينزلش لتحت، نبتدي نحطه في المرحله ديت. قبل كده وهي سخنه اي بصل هنحطه او اي حاجه هتروح ساقطه جواه. الربع كيلو بسم الله ما شاء الله عمل لي كميه كبيره جدا، عمل لي 3 طباق كبار وحوالي 3 طباق صغيرين، فكميه كانت كبيره جدا بصراحه، طلعت من ربع كيلو اهو بالشكل ده كده شكلها النهائي. طبعا يا جماعه ديت للمبتدئين، اللي بيعرفها خلاص مفيش مشكله. فبنقدم بقى جنبها اي حاجه، زيتون مخلل، بتنجان مقلي، سلطه خضراء، اللي احنا بنفضله يعني. بس كده وده شكلها النهائي، يا رب تكون عجبتكم. وما تنسوش بقى طبعا زي ما انتم عارفين لو عجبكم الفيديو لايك، وما تنسوش اللي لسه ما اشتركش يشترك في القناه، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.